المغربي بعد كيد المواجهه اللي كانت امام منتخب فرنسا الان منتخب لاتفيا. سنستمع الان للناشدين الوطنيين المغربي وكذلك الناشد الوطني للاتفيا. بشعار الله الوطن الملك هم يقدموا الاضافه. نعم هذه فرصه محاوله والهدف هدف اول فائده منتخب لاتفيا. كما قلت يعني لاعبين شباب محتاجين الوقت، محتاجين انهم يخطئوا مثل هذه الاخطاء هذه باش يتعلموا منها. هذه فرصه كيلعب الكره بالكعب ولكن محاوله لفائده منتخب لاتفيا خطيره بواسطه اللاعب بابريس الذي يسجل الهدف الثاني. بابريس بيك كان مرتد هجومي سريع لفائده لاتفيا اللي قلت لك من البدايه انه كيعتمد على المرتدات. نتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله اللي عطات هدف ثاني لفائده منتخب لاتفيا بواسطه بابريس بيك. تمكن انه يوضع الكره في شباك وفي مرمى الحارس محمد. هذه فرصه محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. اللاعب مصطفى رابو فرصه كره طويله. هذه فرصه تدخل وابعاد الكره. كانت محاوله بواسطه مسرار لإدريس رئيس فني. هذه فرصه تسديده ممتازه. تاركانوف يسدد وتدخل الحارس لكن الكره كانت تمشي للشباك. كان تدخل الحارس بلال حميد دوش ولكن التسديده كانت باللاعبين منتخب لاتفيا. فاكيد كما قلت لك دخول الحارس بيوديك مكان كريزانوفسكي. سفيان مسرار يسجل الهدف الاول لفائده المنتخب الوطني المغربي. اصبح النتيجه تجديد الاهداف مقابل هدف واحد. ثقه اللاعبين خصوصا كما قلت اللاعبين الشباب واللاعبين الجدد ديال المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا بكل قوه سفيان مسرار يضع الكره في الشباك. الردات ديالهم يظهروا بوجه قوي وكذلك انه الثقه ديال المدرب. فرصه والهدف ممتازه. هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي وتلعبت بشكل ممتاز خصوصا من طرف لاعب ايهاب الشرادي الذي يضع الكره في الشباك والتمريره واللمسه من ادريس رئيس فني ثم ايهاب الشرادي والختم من صاحب الخبره والتجربه سفيان مسرار. ثنائيه جوج ديال الاهداف الان لفائده المنتخب الوطني المغربي. هدف جميل الى هدف واحد. هدف جميل بكل صراحه. طريقه ممتازه فمن البدايه سفيان مسرار احتفظ بالكره حتى لادريس رئيس ولكن تدخل ترجع قوي فائده المنتخب الوطني المغربي. فرصه تسديده هدف لفائده المنتخب الوطني المغربي. تسجيل هدفين بالطريقه اللي تابعنا والهدف الثالث تسديده قويه ادريس رئيس فني. هدف جميل لفائده المنتخب الوطني المغربي والعوده يعني في النتيجه يعني هو الاهم الان. نعم شيء مهم جدا. شفنا سدد الكره من بعد ما اعلن الحكم. هذه فرصه انس فرصه هدف تقدم لفائده المنتخب الوطني المغربي. انس العيان العمل الممتاز اللي خدم كيد اللي قام به مروان التماري والخدمه الجميله خصوصا في استرجاع الكره. خطات كره انس العيان مراوغه ممتازه للاعبين ووضع الكره بالرجل اليسرى رجل ساحره لانس العيان. لاحظوا بالرجل اليسرى والرجل اليمنى ويضع الكره في الشباك. هدف جميل لفائده المنتخب الوطني المغربي صاحب التقنيات وصاحب الخبره والتجربه انس العيان. هدف بكل صراحه يعني المعتاد له هو الاستحواذ. هذه فرصه هذه فرصه الهدف ممتاز. هدف جميل لفائده المنتخب الوطني المغربي. نتابع من جديد العمل الكبير ديال انس العيان. نتابع التمريره ديال مصطفى الرابو بالفعل والهدف مروان التماري اللي تمكن يوضع كره في الشباك. نعم كانت مرتده جميله بكل صراحه. هدف فكنظن اننا
هذه فرصه عملية ممتازه. جميلة، عملية جميلة. تمريره امكانيه تسديد هدف جميل، هدف جميل. المنتخب الوطني المغربي لعبت الكره بشكل جيد. سنتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله. انس العيان لاحظوا التمريره، تمريره ممتازه ديال مروان التماري. نعم. وايهاب الشرادي كيوضع الكره. مروان التماري اللي لاحظوا التمريره ثم انطلاقه، لاحظوا الطريقه باش طلب الكره. اللاعب ايهاب ركني لفدات المنتخب الوطني المغربي. انس العيان تسديده، هذه فرصه دائما خطوره متواصله. يعني ايهاب الشرادي نتابعوا هذه الفرصه وهذه المحاوله. لاعب معاد سينا سدد الكره، تدخل الحارس كريزانو جديد. يتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله. سفيان بوريط اللي وضع الكره امام سفيان مسرر، تسديده قويه.